أبل شركة مش بس صناعة أجهزة، لكن صنعت ثورة حقيقية في عالم التكنولوجيا. الاسم ده مش عادي. أبل قلبت كل قواعد اللعبة وغيرت حياتنا بطريقة ما حدش كان متوقعها. في الفيديو ده هنتكلم عن قصة أبل من البداية لحد النهاردة، وأشهر أجهزتها اللي صنعت التاريخ حرفيا، وكل جهاز ليه مكانه وتأثيره المختلف. جاهز؟ يلا بينا. الرحلة بدأت سنة 1976 في جراج صغير في كاليفورنيا، لما ستيف جوبز وستيف وزنياك ورون واين أسسوا أبل. أول منتج كان أبل 1، جهاز بسيط جدا مقارنة بالوقت ده، بس كان حلم كبير: توفير كمبيوتر شخصي لكل الناس مش بس المختصين. الجهاز ده كان بداية لانطلاقة غير مفهوم، غيرت مفهوم الكمبيوتر. بعدها في 1977 نزل أبل 2، اللي جاب تقنية ألوان وصوت محسن وبيئة تشغيل أبسط، وده خلاه يحقق نجاح هائل جدا. وبدأت أبل تبني سمعتها كشركة تركز على المستخدم العادي. أما في 1984 أبل قدمت جهاز ماكنتوش، أول كمبيوتر بواجهة مستخدم رسومية وبتدعم الفارة، وديت كانت قفزة كبيرة جدا في عالم الحواسيب. الماك مكن الناس من استخدام الكمبيوتر بشكل أسهل وأكثر فعالية. لكن نجاح أبل ما كانش بس في الحواسيب، كان عندها رؤية أكبر لعالم الأجهزة المحمولة. في 2001 أبل دخلت عالم الموسيقى الرقمية بجهاز الآيبود، جهاز صغير بحجم الإيد بس قادر يحمل آلاف الأغاني. الآيبود مهد الطريق لثورة في طريق استهلاك الموسيقى، فتح لشركة أبل باب جديد للابتكار. وأكبر نقلة كانت في 2007 لما نزل الآيفون، الجهاز اللي غير مفهوم الهاتف تماما، جمع بين تليفون، إنترنت، كاميرا وجهاز ترفيه في جهاز واحد بشاشة لمس مبتكرة. الآيفون فتح عالم التطبيقات اللي غيرت طريقة تواصلنا وتعلمنا وحتى شغلنا. بعدها في 2010 نزل الآيباد، جهاز لوحي بين الكمبيوتر والهاتف، وسهل الاستخدام للإنترنت والقراءة والألعاب وللرسم كمان، وفتح سوق جديد كليا. وفي 2015 أبل دخلت عالم الساعات الذكية مع أبل ووتش، اللي مش بس بتدي الوقت لكن بتراقب صحتك ونشاطك وحتى بتنبهك لأشياء مهمة زي ضربات القلب غير الطبيعية. ولو هنتكلم عن أجهزة الكمبيوتر فشركة أبل معروفة بسلسلة ماك بوك، خاصة ماك بوك إير وماك بوك برو. الإير جهاز خفيف وسهل التنقل بيه، لكنه قوي جدا بالنسبة لحجمه، بيخلي الناس تشتغل من أي مكان بسهولة. أما البرو فهو موجه للمحترفين شوية، المونتاج والتصميم والديزايننج والبرمجة والبلندر ده عالي جدا وشاشات ممتازة. كمان عندنا الاي ماك، الكمبيوتر المكتبي اللي بيجمع بين تصميم أنيق وشاشة كبيرة وأداء قوي ومناسب للمصممين والمبدعين. أبل مش بس بتصنع أجهزة، ده عندها أنظمة متكاملة من البرمجيات زي الاي او اس للايفون والايباد، والماك او اس للماك بوك، والواتش او اس للساعات، وكلهم مرتبطين مع بعض بشكل سلس جدا. النظام البيئي ده بيخلي المستخدمين يعيشوا تجربة فريدة، من مشاركة الملفات للمزامنة وحتى استلام المكالمات على أي جهاز. لكن الطريق ما كانش سهل أبدا. في التسعينيات أبل كانت على وشك الانهيار بسبب منافسة شرسة وأخطاء إدارية، لكن مع رجوع ستيف جوبز سنة 1997 الشركة استعادت قوتها وقدمت منتجات غيرت شكل الصناعة كلها، زي ما اتكلمنا من شوية هو الآيفون. النهاردة أبل مش بس شركة تكنولوجيا، دي علامة تجارية وثقافية، رمز الابتكار والفخامة. أجهزتها مش بس أدوات، لكن تجارب بتمثل أسلوب حياة. لو عايز تفهم أعمق عن كل جهاز وإزاي أبل بتغير العالم بيهم، اشترك في القناة وفعل زر الجرس، لأن في الفيديوهات الجاية هقدم لك شرح مبسط عن كل جهاز فيهم، سواء الآيفون، الماك بوك، الآي ماك، الآيبود، كل الأجهزة حرفيا هقدم عليهم شرح بسيط، وهشرح لك من امتى بدأ وشرح تفصيلي عليه. بس كده، سلام.